السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناة حكايات هي وهو. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الصداقات بين البنات. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير والسبسكرايب للقناة وتقولوا لنا رأيكم في الفيديو. في حاجات كتير في حياتنا بنتوقع ان هي تفضل معانا للأبد، ومن اكتر الحاجات دي بتكون الصداقات. واحنا صغيرين بنتوقع وبنقول ان دول صحاب العمر كله، وبنكون مقتنعين ان مفيش حاجة ممكن تفرقنا عن بعض ابدا. لكن مع مرور الوقت والسنين نكتشف ان الواقع بيكون مختلف شوية، ان الناس كتير كانت اقرب ناس لينا وفجأة اختفوا. صحبات كنا بنحكي لهم مع كل اسرارنا بقوا مجرد ذكرى او اسم في قائمة الاصدقاء. السؤال اللي دايما بيطرح نفسه هو ليه البنات دايما بيخسروا اصحابهم مع الوقت، وليه صداقات كتير كانت قوية بتنتهي من غير خناقات قوية او كبيرة. الحقيقة ان فقدان الاصحاب مش دايما معناه ان حد وحش او ان حد خان التاني. الحياة نفسها بتغير الناس، تخليهم مش شبه بعض زي الاول زي ما كانوا. البنت اللي كانت بتحب الخروج، اللي كل يوم عايزة تنزل وتروح وتيجي، بقت ممكن تتحول لشخص هادي وبيحب الهدوء والعزلة. البنت اللي كانت فاضية طول الوقت وبقت ممكن تبقى مشغولة بشغلها بدراستها ببيتها. ومع الوقت المسافات بتكبر والكلام بيقل والاهتمامات بتختلف لحد العلاقات ما بتضعف، وده بيكون من غير ما حد ياخد باله. في بنات كتير بيعيشوا صدمة كبيرة اول مرة بيخسروا فيها صاحبة قريبة، بيحسوا انهم اتخذلوا او ان في حاجة غلط فيهم هما. لكن الحقيقة ان مش كل علاقة مكتوب ليها انها تكمل للأبد. في ناس بتيجي في مرحلة معينة من حياتنا عشان تعلمنا درس او تساعدنا نتخطى فترة معينة، وبعد كده دورها بينتهي. ودي حاجة طبيعية جدا مهما كانت مؤلمة. ومن اكبر اسباب اللي بتخلي الصداقات دي تنتهي هي التوقعات العالية. ان ساعات البنت بتتوقع من صاحبتها انها تكون تكون موجودة ليها طول الوقت، مش مجرد صاحبة، هي عايزاها صاحبة واخت وام واللي بتسمع لها وطبيبها النفسي وكل حاجة، وتفهمها من غير كلام وتفضل دايما في صفها مهما حصل ومهما غلطت. ولما تكتشف ان صاحبتها دي انسان عادي عندها ظروفها ومشاكلها واولوياتها، تحس بخيبة امل. المشكلة هنا مش في الصداقة، المشكلة بتكون فيها نفسها، في الصورة المثالية اللي رسمتها ليها في خيالها. وبرضو المقارنة بتقتل الصداقات كتير. لما واحدة تبدأ تقارن نفسها بصاحبتها طول الوقت، سواء في الشكل، في الشغل، الدراسة، او حتى عدد المتابعين في السوشيال ميديا، بيبدأ شعور الغيرة يدخل العلاقة من غير ما تحس. الغيرة مش دايما معناها كره ولا حقد، ساعات بتكون مجرد احساس داخلي بعدم الرضا عن النفس. لكن لو الاحساس ده اتساب بيكبر، ممكن يحول اي صداقة جميلة لعلاقة فاشلة، علاقة مليانة توتر وحساسيات. وفي نوع تاني من الصداقات بيكون قائم على المصلحة من البداية. طول ما المصلحة موجودة العلاقة مستمرة. اول ما الظروف بتتغير كل واحد بيروح في طريقه، وده بيبقى صعب جدا على البنت اللي كانت فاكرة ان العلاقة حقيقية. لكن مع الوقت تكتشف ان الشخص كان محتاج وجودها اكتر من انه كان بيحبها فعلا. كمان النضج بيغير العلاقات. ساعات واحدة من الصحبتين بتنضج اسرع من التانية، تهتم بأهدافها ومستقبلها الاول وطريقة تفكيرها بتتغير، لكن التانية بتفضل زي ما هي. وهنا بيظهر احساس ان كل واحدة فيهم بقت عايشة في عالم مختلف، مش لانهم اختلفوا او اتخانقوا،
لكن لانهم كل واحدة ما بقتش فاهمة التانية زي زمان. ومن بعض الحاجات اللي بتوجع فعلا ان بعض الصداقات بتنتهي بسبب سوء التفاهم، كلمة اتفهمت غلط، موقف اتفسر بطريقة غلط، او زعل صغير اتساب من غير كلام، ومع الوقت بيكبر لحد ما بيبقى حائط بين الطرفين. والغريب ان كتير من العلاقات دي كان ممكن تستمر لو حد فيهم او حد منهم قرر يتكلم بصراحة بدل ما في كل واحد فيهم يسكت. طب ازاي نعرف ان الفرق او نعرف نفرق بين الصديقة الحقيقية والصديقة المؤقتة؟ الصديقة الحقيقية مش هي اللي بتقضي معاكي وقت اكتر خالص. الصديقة الحقيقية هي اللي وجودها بيريحك، اللي تقدري تكوني على طبيعتك قدامها من غير تمثيل، اللي تفرح لنجاحك بصدق مش بس بتبينلك عكس اللي جواها، اللي تزعل لزعلك مهما قلتلها، اللي لما الدنيا بتضيق بيكي بتلاقيها جنبك حتى لو هي مش عارفة تحل المشكلة. اما الصديقة المؤقتة او المزيفة هي اللي دايما مرتبطة بظرف معين، دراسة، شغل، مكان سكن، مرحلة من مراحل الحياة. وده مش معناه انها شخص سيء، لكن وجودها مرتبط بوقت، بمجرد ما الوقت ده بيخلص بينتهي دورها. والحقيقة اللي الناس كتير بتخاف تعرف او تعترف بيها هي ان عدد الاصدقاء مش مهم اطلاقا، المهم جودة الاصدقاء. ممكن يبقى عندك عشرات المعارف، لكن في وقت الشدة ما تلاقيش غير شخص او اتنين بس واقفين جنبك، وده بيكون طبيعي جدا. ومع الوقت اغلب البنات بيكتشفوا ان خسارة بعض الاصدقاء كانت نعمة مش نقمة، لان بعض العلاقات كانت بتستهلك طاقة كبيرة من غير فايدة. وبعض الاشخاص بيكونوا سبب في ضغط نفسي اكتر من السعادة، ولما العلاقة بتنتهي بتظهر مساحات جديدة لدخول ناس افضل وانضج. في النهاية لازم نفهم ان الصداقات زي اي علاقة انسانية محتاجة اهتمام، تفاهم، تقدير، ومش كل علاقة هتستمر، ومش كل شخص هيكمل معانا للنهاية. وده مش معناه اننا فشلنا او اننا وحيدين، بالعكس احيانا فقدان بعض الاشخاص بيكون جزء طبيعي من رحلة النمو والنضج. ولو كنتي فقدتي صاحبة قريبة ليكي في يوم من الايام، فما تعتبريش ان كل الذكريات الحلوة راحت هدر. كل شخص مر في حياتك ساب اثر بشكل او باخر، حتى لو الطريق اتفرق بينكم. والاهم من التمسك بكل الناس انك تتعلمي ازاي تحافظي على الاشخاص الحقيقيين اللي بيحبوكي بصدق، وتقدري وجودهم قبل ما الوقت يعدي. لان في الاخر مش كل اللي بيمشوا من حياتنا كانوا المفروض يفضلوا، مش كل اللي بيفضلوا في حياتنا كانوا المفروض يكونوا موجودين من الاول. الحياة دايما مراحل، دايما بتاخد ناس عشان تجيب ناس تانية، واللي مكتوب له مكان حقيقي في قلبك هيلاقي طريقه وطريقة يفضل فيها مهما حصل ومهما عدى وقت ومهما اتغيرت الظروف. وكده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسيش تعملي لنا لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، وتقولي لي رأيك في التعليقات، وعايزينا نتكلم في ايه الفيديوهات اللي جايه. سلام.